استغفر الله يا ربي شنو، حتى واحد قدم الاستقالة متاعه ومازال تليفونه ينقص. بالله خلينا نشوف شكون هذا، خلينا نفهم كوعي من بوعي. الو شكون معايا؟ اهلين وسهلين، والله العظيم منور. ازيك يا زعيم؟ ازيك يا قايد؟ والله يرحم والديك على الكلمات الحلوة، انا زعيم وقايد اما شكون معايا؟ انت شكون؟ ازاي يا سبسي؟ هو انت نسيتني؟ انا يوسف شعبان. والله لسه مازال سامدي كلكو شوز. استنى، انت خدمت معنا في الحكومة المؤقتة القديمة ولا؟ بلا ذكرني راني نسيت. يوسف شعبان، ليلي الحلمية ورأفت الهجان، انا ممثل مصري كبير. اي تفكرتك. ما وانت كل شلاغمك تقول فولوم تاع كديان. اي تفكرتك. ما وانت وقتها في متاع المخابرات وشنو احوالك؟ اي وانت كي سبتك طالبني. ايوه كده هو بيجي هايد السبسي. هو انت عارف يا سبسي اللي دلوقتي في مصر مفيش حكومة، الحكومة استقالت يا سبسي. انا قلت اتصل بيك لان علمت من يومين اللي انت كذلك قدمت استقالتك في تونس انت وحكومتك. انا قلت انت تجيب حكومتك وتيجي تشتغل عندنا في مصر. اولك ايه يا سبسي؟ والله خشينا وبعد يقولوا ما فماش خدمت، يعني ما زلت كي سيبت خدمتي اليوم ما مصلي علي بيه كلموني. اما استناني يا يوسف شعبان باش نبداو متفاهمين من تو. كان باش نجي غاديك لمصر انا والحكومه القديمه نتاعي راهو على شرط ما فماش هذه لغه انتقالي ومؤقت وهو في بالي، يا نخدموا على طول يا لا. اشتغل زي ما انت عايز، اشتغل على طول على الارض، ده انت محبوب عندنا هنا في مصر وخاصه في الصعيد. لا نعرف في بالي الحمد لله، في بالي بروحي محبوب على مستوى سعيد صالح، على مستوى سعيد مصطفى، على مستوى السعيد الدولي، في بالي بروحي. انا استنى على شرط راهو رئيس الحكومه نتاع مصر باش نحطه انا، راهو باش نجيب معايا فوفو. جيب اللي انت عايز عليه، المهم تخرجنا من الورطه دي، بس على شرط يا سبسي، اوعى ترجع لورا لأحسن ظهر الحمار يخلص. اوعى ترجع لورا. نعرفها هذه انا، مين نعرفها؟ مش هذه قال المتنبي يا ودي ثمان ما رجعكمش لورا يا ودي، اموركم الكل باش تقدم لقدام. ويا خويا تمشي معايا انت باهي تو تشوف كيفاش الامور تتفرهد عندكم غاديك في مصر. عندي خبره انا نفهم في الامور هذه، زيد معايا فوفو تو تشوف كيفاش نخرجوكم من الورطه هذه. الله يخليك يا سبسي، الله يخليك. انا اقول لك حاجه حلوه يا سبسي. هاي قولي. انا اقول لك حاجه حلوه يا سبسي. يا ودي قولي، فجعتني شو وتعيط عليا. قولي شنو حاجه حلوه. سلمني نظيف اسلمك نظيف يا سبسي، والله العظيم. وكلمه السر انت عارفها ايه يا سبسي؟ لا مش عارفها شيء. قولي شنو هي كلمه السر وتمان. كلمه السر هي كوعو. هقول لك كوعو تقول لي بوعو واسلمك انا نظيف. بس في حاجه واحده يا سبسي، انت تعرف تتكلم مصري؟ اي بطبيعه الحال نحكي بالمصري. هو انت نسيت ان انا بتكلم مصري؟ هو انا بفهم في الكوع والبوع. عايز اتكلم لك اكتر من كده؟ حكايتي القناصه ما فيش منها، والبريمه فيكم جيب لي قناص هتكلم معاه. ايش قولك فيها بالمصري؟ باهي والله العظيم قمر يا سبسي. ست زيد. يلا انا بستناك بكره انت وحكومتك في الجيزه. مع السلامه يا سبسي. يلا مع السلامه. اسمعني يا فوفو اسمعني، ناحيه ذيك خلينا نفهموا كوعنا من بوعنا. نمشي نحضر الفليجه لو جاتنا خدمه في مصر لطاليا نمشي نكلم كمان الجندوبي هاخده معايا. وزي ما قال الشاعر المصري الكبير احمد السقا، من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. شبكنا الحكومه وبقينا قرايب، نسيبنا الحكومه اسم الله وصبحنا حبايب. قرايب نسايب قرايب، نسيبنا الحكومة وبقينا قرايب. ومين عالحكومة يا عيني هيقدر يعايب؟ نسيبنا الحكومة وبقينا قرايب. ومين عند خبدة يا روحي هيقدر يعايب؟ ومين هيشاركنا؟ ومين هيعاركنا؟ ومين هيشاركنا؟ ومين هيعاركنا؟